بقالي 15 سنة بشتغل دكتور أمراض قلب في ألمانيا. شفت قد إيه الناس هناك بتهتم بأدق التفاصيل عشان تحافظ على صحة قلبها. بس المفاجأة إن كل اللي بيدوروا عليه إحنا عندنا في الإسلام من 1400 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم اختصر كل كتب التغذية في سطرين 2. الحديث اللي قدام حضراتكم ده فيما معناه ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك. يعني الأكل مش لازم يكون لحد التخمة، وكل وجبة لازم تبقى تقيلة عشان نحس بالشبع. كل باعتدال، وخليك عارف إن كل لقمة بتحطها في بقك بتعدي على قلبك قبل ما تعدي على معدتك. القلب عضو شغال 24 ساعة، وكل أكل غير صحي بيتعبوا شوية بشوية. الدهون التقيلة والمقليات والسكر والأكل الجاهز كل ده بيزود لزوجة الدم اللي بتسد الشرايين. فاللي عاوز أقولهولك إن أكلك بعشوائية مش بس بيضر معدتك، ده بيأثر عمر قلبك من غير ما تحس. فأنت كده عرفت المشكلة وعرفت إن حلها بسيط. مستني إيه؟ كل اللي عليك على قد ما تقدر قلل من الأكل غير الصحي والدهون والسكريات، وخليك قريب من الأكل الطبيعي، وكتر من شرب المية، وامشي في اليوم حتى لو نص ساعة. وأتمنى لكم صحة جيدة ويوم سعيد. كان معاكم دكتور أيمن حامد، استشاري أمراض القلب والأسطرة بألمانيا، وأشوفكم في فيديوهات جاية. مع السلامة.